أحمد عرابي هو قائد عسكري وزعيم مصري، قاد أول ثورة مصرية في العصر الحديث المعروفة بالثورة العرابية ضد الخديوي توفيق وأعوانه. تولى منصب وزير الدفاع اللي كان وقتها معروفة بوزارة الجهادية، ثم تولى رئاسة الوزراء في مصر. تعال نشوف قصته. طبعا مش محتاجين نقول إن الزعيم أحمد عرابي حافر اسمه بحروف من نور في سجل التاريخ، لكن اللي ذكره عبد العزيز وده أحد أبناء الزعيم أحمد عرابي إنه في يوم وفاة والده في 21 سبتمبر 1911 ما كانش في بيته نفقات تجهيز جنازته، وأمام الظروف القاسية اللي تعرض ليها أسرة أحمد عرابي اضطروا لكتم نبأ الوفاة لليوم التاني، حيث كان مقرر أن تصرف المعاشات قبل موعدها لمناسبة اقتراب عيد الأضحى. وقتها بس أعلنوا إن أحمد عرابي مات، وكما تم نشره في جريدة الجمهورية في 25 سبتمبر 1969 إن اليوم اللي رجع فيه عرابي من المنفى 1901 كانت البلاد كلها بتعاني من بطش الاحتلال البريطاني وسياسة اللورد كرومر الحديدية وسيطرته على كل مرافق البلاد اللي ما رجعش لأهلها لا في الرأي ولا المشورة. والواقع إن أحمد عرابي ما نساش وطنه في أيام المنفى اللي قضاها في جزيرة سيلان، بالعكس ده أنشأ فيها مجتمع مصري ونشر تعاليم الدين الإسلامي، واستنبط زراعة فاكهة المانجو في مصر اللي أرسل بذورها لصديقه أحمد المنشاوي باشا، فزرعها في حدائق بمدينة السنطة ومنها انتشرت في كل أرجاء مصر. قعد أحمد عرابي 10 سنين بعد عودته من المنفى ما بيخرجش من البيت إلا للصلاة في مسجد الحسين، ويوم وفاته محدش ذكره إلا المرحوم أحمد لطفي السيد اللي كتب عنه في سلسلة مقالات نشرتها صحيفة الجريدة. وخلال ثورة 19 تم إهمال دور عرابي اللي يعتبر أول من قاد أول ثورة مصرية في العصر الحديث، ولكن عاد اعتباره ورجع في مكانه الصحيح أيام ثورة 23 يوليو 1952 اللي اعتبروها امتداد للثورة العرابية اللي قامت 1882، فخلدت الثورة البطل عرابي وأحيت ذكراه ورفعت أمجاده وأعلت قدره.